لو ما جربتوهاش بالطريقة دي قبل كده بجد فايتكوا كتير قوي. البطاطس الحارة على طريقة المطاعم احلى مقبلات ممكن تعملوها، مقرمشة وكرانشي من بره ودايبة وطرية كده من جوه، حاجة كده متغرقة بخلطة رهيبة هتخلي الطعم بتاعها مختلف تماما عن اي طريقة تانية. بجد جميلة وبتليق جنب اي حاجة تعملوها. هنعملها كمان بطريقة صحية وبأقل دهون، وهقولكوا على كل الأسرار اللي هتطلعها معاكوا ولا غلطة. معايا هنا 4 وحدات من البطاطس، غسلتهم كويس وبقشرهم. تقشروهم بقى بالسكينة أو بالمقشرة أي حاجة. المهم إن احنا نختار بطاطس تكون تحمير، دي طبعا بتكون أحسن وبتدي نتيجة أحسن. بعد ما قشرتهم كويس هبتدي إن أنا أقطعهم. باخد واحدة كده وأقطعها من النص، وكل نص ببتدي إن أنا أقطعه لصوابع بالحجم ده. بعد كده بقطع الصوابع دي لمكعبات كده متوسطة، ما تكونش ولا كبيرة قوي ولا صغيرة، تكون متوسطة. اقطع بقى كل كمية البطاطس اللي عندي بالشكل ده. بعد كده انزل بمكعبات البطاطس دي في حلة، وانزل عليها بمية مغلية، وهسيبها تتسلق عادي خالص. وهي بتتسلق بحط عليها معلقة صغيرة من الملح، اسيبها تتسلق. عايزاها تتسلق حوالي 80% بس من السوا، يعني تكون مستوية بس متماسكة. في طاسة على النار نزلت بمعلقتين من زيت الزيتون، ممكن تحطوا اي زيت عادي مفيش مشكلة. وعلى الزيت هحط معلقة كبيرة من الزبدة، وهنزل ب3 فصوص من الثوم بفرمهم ناعم واحطهم بالشكل ده. نكهة الثوم في البطاطس خصوصا في الطريقة دي بتبقى حلوة جدا. هسيبهم كده على النار لحد ما ريحة الثوم الحلوة كده تطلع. وصفة البطاطس الحارة دي بيكون أساسها الهريسة الحارة، لكن لو مش حابين تستخدموا حاجة تكون سبايسي يعني، هقولكوا على البديل. ده فلفل رومي بارد، تفرموه عادي خالص، تنعموه كده، هيديكوا اقرب طعم للهريسة مع التوم بقى. وممكن كمان تزودوا معاهم معلقة صغيرة من معجون الطماطم، ومع البهارات بقى والاضافات اللي حطيناها هيبقى تمام قوي. ممكن تستغنوا عن الهريسة لو مش عندكوا او مش عايزين تحطوها، او كمان لو انتوا عاملين هريسة باردة في البيت تقدروا تستخدموها، مفيش اي مشكلة. نزلت بعدها بمعلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة من البابريكا، وكمان ربع معلقة من الفلفل الأسود، ورشة بسيطة كده من الكزبرة بتدي طعم وريحة حلوة قوي. قلبهم كده مع بعض كويس. بعد كده نزلت بمعلقة مليانة كده من الهريسة الحارة، يعني كده حطيت معلقة من الفلفل الأحمر المفروم ومعلقة من الهريسة. انتوا ممكن تستخدموا يعني حاجة واحدة منهم بس. أنا حبيت أحط الاتنين. حبيت ازود لها كمان نص معلقة صغيرة كده من الكمون. البهارات عادي ممكن تلعبوا فيها زي ما انتوا عايزين، بس هي كده كان طعمها تحفة، فجربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. اخر حاجة عصرت عصرة نص ليمونة كده، بصوا دي بقى بتوديها في حتة تانية خالص. وكده خلاص الخلطة جاهزة معانا. بعد ما سبت البطاطس تهدى شوية عبال ما عملنا الخلطة، نزلت عليها بالخلطة الحلوة دي، وهبتدي بقى اقلب فيها كويس. حطيت عليها كمان مكون ده اساسي يا جماعة، كزبرة مفرومة، او ممكن تحطوا اي خضرة، بس بجد الكزبرة معاها بتبقى حلوة جدا. تقدروا بقى تزودوا الكمية زي ما انتوا عايزين، حطوا الكمية اللي تحبوها. لو لسه بقى بتتفرجوا عليا لحد هنا متنسوش تحطوا لايك وتقولوا لي رأيكم في الوصفة الحلوة دي. سلطة البطاطس الحارة دي أساسا من المفروض إن هما بيحمروا البطاطس في الزيت وبعد كده بيضيفوا عليها الخلطة، بس أنا هنا بعملها بالطريقة دي بتبقى مسلوقة يعني بتكون أخف. تقدروا كمان تاكلوها بقى، تقدموها كده على طول في المرحلة دي. خلاص هي كده جاهزة وخطيرة. أما بقى لو عايزين قرمشة حلوة فيها كده هقولكوا على طريقتين. أول طريقة نحطها كده في صينية وندخلها الفرن، فرن يكون سخن. نفتح الشواية ونسيبها كده تاخد تحميرة وقرمشة كده بالدرجة اللي انتوا عايزينها، او تحطوها في الاير فراير على 200 لحد ما تتحمر، يعني تقريبا هتاخد حوالي 10 دقايق كده وهتبقى جاهزة معاكم. تقدروا كمان تعملوها من البداية خالص في الاير فراير، يعني من بداية ما نقطعها مكعبات تبتدي ندخلها الاير فراير من غير سلق، نرش عليها بس رشة من الزيت وندخلها تستوي في الاير فراير عادي خالص. وبعد كده نطلعها نضيف عليها الخلطة دي ونرجعها تاني تاخد تحميرة كده وقرمشة حلوة. بصوا هي في كل الأحوال طعمها بيبقى حلو جدا، بتطلع معانا بالشكل التحفة ده. عايزة اقول لكم السلطة دي من احلى الطرق اللي ممكن تجربوها للبطاطس. بجد تنفع جنب اي حاجة، يعني شغالة معاكي في اي حاجة، تبقى طبق جانبي لذيذ جدا. وصفة لبنانية تحفة.
عايزة اقول لكم بقى طعم التوم مع الهريسة والكزبرة الخضراء حاجة كده خطيرة، مع عصرة الليمون اللي في الآخر دي بقى حوار تاني خالص. تقدروا كمان تزودوا عليها ليمون في الوقت ده بعد ما وقت التقديم يعني، حسب بقى الذوق يعني، اللي يحب يزود. ميكس تحفة وطعمه مختلف، بطاطس كده دايبة وخطيرة ما يتشبعش منها حرفيا. جربوها، ولو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتسيبولي رأيكم، واستنوني في وصفات جديدة إن شاء الله.